السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ يوسف. وصفتنا لنهار اليوم خفيفة ظريف، وصفة صيفية بامتياز. تكوني مزروبة، ما تكونيش قاعدة، ما دخلتيش للدار بكري ولا راكي تحفظي في وليداتك، هذا الوصفة راهي ليك ويتفق عليها الجميع. وصفة خفيفة ظريفة وسهلة وزيد بنينة، وإذا حرتي واش طيبي غداء ولا عشاء هذه الوصفة راهي كاقتراح. ادخلي شوفي الوصفة وحطي ليديك الجيم واشتراك في قناتي إذا كنتي أول مرة تزوري قناتي. اول شيء نبداو بصدر تاع الدجاج. انا لهنا عندي 4 صدر تاع دجاج لكن كميه قليله. حطيته في الاشوار، قطعته حطيته في الاشوار هو ولا المعدنوس بهذا الطريقه. ضفت عليه فلفل الكحل، كذلك توابل الشاورما، كذلك الكزبر وتوابل الدجاج. هذه الطريقه عمليه بزاف البنات انك تحطي كل شيء في الاشوار وما ترحيش كل حاجه وحدها. ضفت لهنا ملعقه صغيره تاع الزبده. كما نعرفوا الصدر تاع الدجاج يجينا ناشف، هي راح تخليه يكون طري. ضفت مغرف تاع لاشابلير ونربي عليه هنايا 2 سنينات تاع الثوم شويه كبار البنات، ونرحيهم كامل مع بعضهم حتى يترحى لي صدر تاع الدجاج مليح بهذه الطريقه. شوفوا هذا هو هكا تلحقوا ليه، ماشي ترحيو شويه وتحبسوا. هنا كما شفتوا ما درتش انا البيض كما قلت لكم. دركا ندير غير شويه تاع الملح، قيس الدجاج ونخلط غير الملح هكاك باش ما يجينيش صامت. ونبدا نشكل في الاصابع الدجاج. انت حبيتي لهنا تشكيل لك الاختيار، تحبي تشكليه كريات، تحبي خبيزات. لهنا برك ديري شويه ماء في يديك ولا زيت باش تساعدك في عمليه التشكيل. انا هنا درتهم شكل شويه يعني الحجم تاعهم شويه كبير. تتحكمي في الحجم، تحبي ديريهم صغار تحبي ديريهم كبار، لكن الاختيار. هذه الكميه اللي خرجت لي بعد ما شكلتهم. انا درت في مقله مزيج بين الزيت والزبده. انت حبيتي ديري فيه مرميطه، حبيتي ديري في تاع الطين كيما حبيتي. نبدا نقلي في صبيعات تاع الدجاج تاعي، نحطهم كامل ونبدا نقلي فيهم بعد ما داويتهم ودوزنتهم يعني بهذوك التوابل والمعدنوس. بعد نخليهم يتقلاو لي على الجهه الاولى كي ياخذوا لي لون الذهبي. نقلبهم، نبدا نقلب فيهم بهذه الطريقه. انت تحبي يعني تحمريهم لكن الاختيار، لانه راح يزيدوا يطيبوا فيما بعد. بعد ما خذوا لي ذوك اللون الذهبي ضفت عليهم هنايا حبه تاع بصل تكون متوسطه، لكن الاختيار. انا قلت لك العائله تاعي راهي صغيره، راني درت غير كونتيتي كبيره صغيره. انا نبدا نقلي في هذيك البصل وحركيهم، ما تخافيش منهم لانهم ما مش راح يتحلوا بهذه الطريقه. ضفت عليهم شويه كزبر. لازم لهنا نداويو لاصوص اللي راح نديروها، توابل الدجاج وتوابل الشاورما وفلفل الكحل، وما ننساوش الملح بطبيعه الحال باش تجي ماكلتنا بنينه. ونقلي مليح حتى يعني تذبل لي هذيك البصل وتتكرمل لي وتطلق الكامل البنه تاعها، وكيما ثاني اصابع الدجاج يطلقوا لي هذيك البنه. ضفت هنايا واحد 2 حبيبات تاع طماطم حب بعد ما ربيتهم ولا ريحيهم في لاشوار، ورحيت عليهم سنينه تاع الثوم. صدقوني هاد الخطوات هادو ديروهم يا البنات والله تجيكم بنينه عسل. الماكله هذه راهي خفيفه ظريفه صح، بصح بنينه عسل. ونقلي هذيك الطوماطيش مليح. بعد ما تطلق لي هذيك السوائل تاعها وتطلق لي هذيك الزيت تاعها وتطلق البنه تاعها مليح، نضيف عليها هنايا ملعقه تاع طماطم مصبره، يعني ملعقه صغيره. وهنا لازم نقليو الطماطم المصبره تاعي باش نحي لها هذيك لاصيد وتطلق البنه تاعها مليح. ونحرك كل شيء مع بعضه بهذه الطريقه. ونمرق على لاصوص تاعي هنايا. لهنا حسب افراد العائله. انا قلت لكم لاصوص هنا درت غير شويه وما حبيتش انه تجي لاصوص بزاف. اذا حبيتي لاصوص بزاف مرقي حتى تغطي هذوك الاصابع تاع الدجاج. ونخلي لاصوص تاعي بطبيعه الحال الطيب مليح. وفي من جهه خلاف جبت هنايا بطاطا بعد ما نقيتها وقطعتها هكا على شكل فريت. بديت قليتها في كاسرونه كيما راكم تشوفوا في كاسرونه. ايه البنات صدقوني في كاسرونه تجيكم مبنينه كيما تاع المطعم وتجيكم مقليه على حبه. ونضيف البطاطا هذيك بعد ما قليتها مع هذيك لاصوص باش تتجمر لي مليح البطاطا هذيك وتشرب لي هذيك البنه تاع لاصوص وتاع اصابع الدجاج. يعني تجيكم بطاطا مشرمله وبنينه. صدقوني البنات والله جربوها مش راح تندموا، لانه من بنتها
راح يزيدوا يطلبوها منك. وزيد جاي الصيف لازم نديروا حاجه خفيفه وسهله، ما تديش يعني وقت بزاف باش ما تسخنش الدار. شوفوا نحركها بهذه الطريقه باش تتشرب لك كامل هذوك التوابل وهذيك البنه، ونغطي عليها ونخليها تتجمر لي مليح واحد 2 دقائق لانه كل شيء طايب. هذه بعد ما طابت لي راح نشوفوها على طبق التقديم. صدقوني واحد الريحه في الكوزينه يا البنات تشهي، جربوها مش راح تندموا. هذه وصفتنا لنهار اليوم، حنضيف لها لمسه خفيفه بشويه معدنوس كيما راكم تشوفوا. هنا حبيتوا تضيفوا نتوما البيض عليها ضيفوا، حبيتوا تضيفوا ضيفوا الفرماج ضيفوا. انا حبيتها هكا فرم بطاطا ولا صوص واصابع الدجاج هكا فضلها وليدي. درتها تحت طلب ولدي. شهيتكم في الجنه البنات، وما تنساوش اشتراك في قناتي اذا كنتوا اول مره تزوروني، وبارتاج للفيديو حتى يوصل أكبر عدد ممكن. نلتقي في وصفات أخرى سهلة وسريعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.